إزاكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده معمول علشان أشرح لكم خطوة بخطوة أزاي نوصل ونفعل الإشعارات في ساعة تي 800 التري على تطبيق هيوتش. بر. أول حاجة لازم نتأكد إن البلوتوث شغال، وإن التطبيق واخد كل الصلاحيات المطلوبة، وخصوصا صلاحية الموقع. وده بنعمله عن طريق إننا نضغط على أيقونة التطبيق، ندخل على معلومات التطبيق، وبعدها الأذونات، ونفعل صلاحية الموقع. بعد كده نفتح تطبيق هيوتش برو، نختار إعدادا، وبعدها نضغط على البحث عن جهاز. هنا هنربط ساعة تي 800. التري ولو ساعة ما ظهرتش في القائمة، لازم نعمل إعادة ضبط أو استرجاع ضبط المصنع للساعة، وبعدين نرجع نعمل بحث تاني لحد ما التطبيق يلقطها. بعدما الساعة تتوصل، ندخل على قسم الإشعارات أو الرسائل. هنفعل التطبيقات اللي إحنا عايزين الإشعارات توصل منها للساعة. في بعض الحالات تظهر نافذة منبثقة، وهنلاقي فيها تطبيق هيوتش برو، لازم نفعله. بعدما نفعل الإذن، نرجع لتطبيق هيوتش برو ونفعل تطبيقات تاني زي واتساب، فيسبوك، انستغرام أو أي تطبيق تاني. بعد إكمال هذه الخطوات، يجب التأكد من أن هاتفك لا يحظر الإشعارات، وأن وضع عدم الإزعاج معطل. إذا كان هذا الوضع مفعلا، فلن تستقبل الساعة أي إشعارات. إذا أعجبك هذا الفيديو، سأكون ممتنا لو اشتركت في القناة وتركت تعليقا. نراكم في الفيديو القادم.